جنوب افريقي. بالاضافه الى ذلك رقم 22 ماتو لاعبه امي تشيلاند ماسيغو ماتو اللاعبه المحترفه بالديار المكسيكيه وبالضبط بكلوب توانا. هذه غزلان الشباك عميدة المنتخب الوطني المغربي لاعبة الهلال السعودي. والنظر على فاطمه زهرة تاكداوت الاسم الذي يدخل في التشكيل الاساسي لاعبة الجيش الملكي، بالاضافه الى لاعبات ايضا متعلقات سوى فريق الجيش الملكي ولاعبات ايضا محترفات خارج الوطن. كل التوفيق للعناصر الوطنيه، كل التوفيق للاعبات المنتخب الوطني المغربي في هذه المقابله. مقابله الهدف فيها ليس الاداء. سلسله مشاهدي كره مغربيه جهه اليسرى محاوله زيد بردواني في العمق البحث عن غزلان، بحث عن فاطمه زهرة تاكناوت تحاول بامكان انها تبحث على الاستلام. فاطمه زهرة تتاليه بدون استقبال اي هدف. هذه كره الجهه اليسرى محاوله بهذه الكيفيه ابعاد الخطر امر مطلوب. كنشوفوا هنا العوده من الخلف من حنان ايت الحاج. مرابط ممتاز اكيد على انه عندهم حضور قوي، عندهم مشاركه قويه. جوزفين عمليه الاستلام والاختراق اللي كتجي من كارابو انجيل تاس جالاكسي اف سي تاس جالاكسي. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء وابعاد الخطر. ركن واحدة من ابرز اللاعبات القويات كريستين تيمبي رقم 11 يجب الحذر منها كثيرا لان النقاش هنا لا تزيد بالكره الامام تمريره في العمق، ولكن هناك تغطيه ديال الدفاع ضغط على حارس المرمى انها تكون مضيقه بالفعل. كره من سلاء مسودي، هذا تحضير من غزلان الشباك، تمريره محاوله كتمشي من لا رجعت مره اخرى لانه لعيله بنزيله. حنان ايت الحاج، حنان ايت الحاج كترفع كره داخل منطقه الجزاء راسيه ولكن داخل منطقه الجزاء. لاحظوا تمريره عرضيه جانبيه كاينه الراسيه لمست الكره ولكن مشات الى خارج رقعه الملعب. انهزم امام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد. هنا خطا على مستوى التمرير، تسديده الى خارج كاتلانا من نادر ان تضيع. هذه قناصه ان صح التعبير لانها تتربى. هذا كره للمنتخب الوطني المغربي. ساكنه ازراوي تمريره عرضيه الجهه اليسرى لتاكناوت، تاكناوت انسلال، تاكناوت بالمهاره ديالها حاولت انها تمر ما تمكناتش. رجعت كره مغربيه ما كملاتش. تايجر وان المكسيكي كره الى خارج رقعه الملعب. اذا ضربت مرة عند الكره تمرير العرضي داخل منطقه الجزاء. كره ممتازه، فرصه جول على الطاير، على الطاير. سكينة أزراوي، سكينة نعم، سكينة تضع الكرة في الشباك بأي طريقة، بأي شمالية، بأي هدف، بأي روعة عالمية. نعم تضع الكرة في شباك المنتخب. كأس الأمم الأفريقية لنجمة النجوم التي تتلألأ في سماء كأس الأمم الأفريقية الحالية. أولولا أولولا كيف مرت، كيف عبرت. هذه كرة في الشباك، يجب أن تكون في الشباك. هذه كرة رائعة جدا. كرة تنفذ، محاولة تسديدة من غزلان الشباك ولكن إلى خارج رقعة الملعب. الاستثمار كرة في الخط الأمامي. شوف خروج الحارسة غزلان الشباك لم يتمكن من تعطير الكرة بشكل جيد. على العموم تستلم الآن، وإنما من انتبه لمكان زينب بردواني لأن ياسمين مرابط قراءة ممتازة. تمريرة في العمق، محاولة الحق بين الكرة ولكن إلى خارج الخط. الهدافتان فوق سن 40. سنعود لمعطيات أوفى حول معطيات كأس الأمم الأفريقية. عبور ممتاز لسناء للجهة اليسرى، تمرير مطلوب الآن وكرة في العمق لغزلان الشباك. تسديد من غزلان، يلا غزلان، يلا غزلان، يلا غزلان. هنا السقوط، ماذا تقول الحكم؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب الوطني المغربي. التدخل، لاحظوا التدخل واضحة ضربة جزاء. عرفش لاعبة جنوب افريقيا شنو الان لمن؟ ياسمين مرابط امامنا على الشاشة. ياسمين كاتي مرابط الان على ما يبدو لحنان ايت الحاج. حنان بيومين او 3 ايام كانت انتقلت لفريق ديبورتيفو الافيس الاسباني. كل التوفيق ايت الحاج. النفس ديالها الانطلاق الان، تتقدم، تسدد، جول في شباك المنتخب الجنوب افريقي. هدفين مقابل لا شيء في مباراة ملعب مولاي الحسن بمدينة. هنا الانطلاقة وهنا اللمسة الساحرة الجميلة، ولدينا هدف ثاني في مباراة اليوم.
الجزاء وتضع الكرة في الشباك. أسير نتابعوا هذه الكرة جهة اليسرى تكناوت، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء فوق الشباك. لذلك اعتبر إنجاز نادر في كأس الأمم الإفريقية. هذه عملية هجومية لمحاولة بهذه الكيفية، فرصة صعبة وإبعاد الخطر. تكناوت تحافظ على الكرة تكناوت. ونشوفوا هنا المحاولة في الجهة اليمنى، هذه دقيقة 16 على انطلاق الشوط الثاني. تمريرة عرضية جانبية إبعاد الخطر، فهو الهدف السابع في هذه كأس الأمم الإفريقية. كرة إبعاد من جانب تكناوت بثلاث مجهود كبير في اللقاء. هذه صعيبة، كرة أمامية، محاولة صعيبة وهدف. هناك تسلل على ما يبدو، هناك تسلل. هذه نشوفوا هنا اللقطة اللي عنات من خلالها الحكم على تسلل. وهذه المحاولة استوعب بأنه هنا الكاميرا من هذه الزاوية يتم احتساب هذا الهدف، يتم احتساب هذا الهدف. أول هدف كيدخل في شباك المنتخب الوطني المغربي في هذه الكأس الأمم الإفريقية. بعيدة في اللقطة الماضية، لاحظوا الخط اللي كيجي من غرفة الفار. كرة تمريرة انسلال صعيبة هذه داخل منطقة الجزاء، صعيبة هذه. خديجة رميشي كتمكن من إبعاد الخطر. في الوقت لاحظوا تسديده ارتطمت في الدفاع، والحسن الحظ خديجه الرميشي يخلي اللاعبات يكونوا اكثر تركيزا، حرصا وتعاملا مع الدقائق ديال المقابله. حاول صوب سكينه أزراوي، سكينه تبحث عن تسديد، تمرر لزينب اردواني، تمريره عرضيه جانبيه داخل منطقه الجزاء. هذه محاوله مباشره صوب الحارسه كايلين كريستين. كره في الوسط، تمريره اعتقد كاين تسلل، انه ماشي لاعبه واحده فقط. عوده اخر عمليه هجوميه مغربيه، تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء، محاوله ممتازه. كره من ابتسام جريدي، اعتقد ضربه جزاء. الحكمه لم تحرك ساكنه هنا. غادي نشوف اردواني، سناء مسودي، تمريره في الخط الامامي ولكن ضاعت لها الكره. كان سريع ولكن غادي نشوفوا ما حدث. العرض البطيء، خدات الكره هنا، تدخل من الخلف. هنا مره اخرى تدخل ديال جريدي، حاولت تمشي للكره. لاحظوا التدخل، شوفوها من زاويه اخرى. ضربه جزاء رقعة الملعب. الحكمة كأن بها تسير لإتمام اللاعب. هذه المقابلة، والآن هل تمرر أم تسدد؟ تمرر، كرة داخل منطقة الجزاء، تدخل قوي.